ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هعمل كبسه، ما عملتش كبسه من اول رمضان خالص. قلت بقى ايه، انزلي هاتي اجنحه. طبعا الاجنحه انا من عشاق الاجنحه من زمان، وانا كنت لما الفرخه تتحط قدامي اسيب كل حاجه وامسك الاجنحه. كوبايه زبادي، طماطمايه، بصلايه، واحده فلفل او قرن او اتنين فلفل اخضر او رومي، اي حاجه. التوابل بتاعتي بقى ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، نص معلقه توم مفروم. وانزل بالتوابل بتاعتي كلها، كاري او توابل فراخ اي حاجه. وانزل بالتوابل بتاعتي كلها على كوبايه الزبادي، وافضل اقلب اقلب لحد ما تنعم معايا كده زي ما انتم شايفين. ما احطش ميه، ما احطش اي حاجه. بعد كده انزل بقى بالخضار بتاعي بقى، هو مش خضار يعني، بالبصل والطماطم والفلفل الاخضر، واقلب كله ببعضه. على فكره، والخلطه دي ممكن تعملوها كمان بالخضار، يعني لو في خضار مشكل ممكن تحطوا عليها الخلطه دي بتاعت التوابل. عايزه اقول لكم طعمها هيبقى خرافي. وجبت بقى الاجنحه بتاعتي وقعدت اقلب اقلب اقلب. دي طبعا خلطه الكبسه، خلصتها من بدري وحطيتها على جنب. وقلت بقى ايه، احط الرز قبل الاذان. الاكله ديت مش هتاخد منك حاجه خالص، بالكتير قوي ساعه. ساعة وتكوني مخلصة كل ده. طبعا الست الشاطرة في المطبخ هي اللي مش هياخد معاها ساعة، انما اللي لسه بقى بتقول ايه يعني تاتا تاتا تتعلم، دي ممكن تاخد لها ساعتين تلاتة. بطاطستين طبعا قطعتهم كده اهوت. وبصوا الدنيا تحبها تبقى حواليا نظيفة زي الفل. معرفش ابدا اقف اعمل اكل الا لما تكون الدنيا نظيفة جدا، مفيش حتى معلقة في قلب الحوض. الست النظيفة هي اللي بتخلي بيتها من الالف للياء. المطبخ بالذات يا جماعة، المطبخ زي البيت. المطبخ نضيف الشقة كلها نضيفة، المطبخ مش نضيف الشقة كلها مش نضيفة. بس اكلتنا كانت النهاردة سريعة، ما فيهاش اي حاجة، مش هتاخد منك نص ساعة، ساعة الا ربع بالكتير قوي. وكل سنة وانتم طيبين.